لم يكن الشاب برهان علي طه يعلم أن منزله في ريف الوازعية سيتحول إلى هدف لنيران قوات طارق صالح، وأن ضربة بطائرة مسيرة تابعة للمقاومة الوطنية ستنهي حياته، لتعلن هذه الحادثة المأساوية عودة المديرية الواقعة غربي تعز إلى واجهة الأحداث. فبدمائه التي سفكت على سطح منزله فتحت أبواب التأويل على مصراعيها، وتحولت الوازعية مجددا إلى جبهة مفتوحة، لا سيما وأن الواقعة لم تكن معزولة، بل جاءت في ذروة حملة أمنية تنفذها القوات التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح تحت ذريعة ملاحقة مطلوبين. فمنذ 5 أيام تعيش المديرية حالة من الغليان الأمني اندلعت شرارتها في منطقة مفرق الأحيوق، حيث اشتبكت قوات تابعة للمقاومة الوطنية مع مسلحين قبليين محليين، وأسفرت المواجهات التي وصفت بالقاسية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ امتدت إجراءات قوات طارق صالح إلى تنفيذ حصار مشدد على بعض القرى في المديرية، محولا مراكزها الصحية ومدارسها إلى ثكونات عسكرية، ما أدى لشلل تام في الخدمات الأساسية ونزوح عشرات الأسر. وهذا الخناق العسكري ولد موجة استغاثة شعبية وسياسية، حيث ناشد السكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل، فيما دان فرع الحزب الاشتراكي بالمديرية ما وصفها بالحملة الغاشمة، محذرا من تحويل القرى المأهولة إلى ميادين لتصفية الحسابات تحت مسميات أمنية. ليست هذه المرة الأولى التي تدفع فيها الوازعية ثمن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الساحل والجبل، بل هي المرة الثالثة خلال سنوات قليلة، فيما يمثل هذا الاحتقان أحد أوضح الشواهد على خطورة تعثر هيكلة التشكيلات العسكرية وتأخر دمجها تحت مظلة وطنية واحدة. فغياب الهيكلة يحول كل خلاف أمني إلى معركة نفوذ واسعة، ويجعل من الوازعية خاصرة رخوة تهدد استقرار العمق الدفاعي لتعز والساحل على حد سواء.